أزول، أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم غادي نتكلموا مرة أخرى على هذا النقاش ديال التقويم الأمازيغي، اللي من خلاله تنعبروا على أن هذا التقويم يجب أن يحظى يعني بقيمة ديالو التاريخية، لأنه ماشي تقويم فقط، يعني كما يقال، يعني خبر عاجل أو خبر يجب أن يمر بدون أن يكون هناك نقاش. على أي، يجب أن يستوعب البعض خاصة أصحاب الطيارات الذين استرزقوا من ثقافة المشرق أننا في مرحلة أخرى جديدة تهمنا جميعا، ولا تهم فقط الأمازيغ الذين دافعوا عن الأمازيغية وناضلوا من أجلها، ولكن أيضا تهم عودة مراجعات لأطياف أخرى داخل المجتمع التي كانت دائما تسترزق باسم الدين والعروبة. على أي، اليوم أيضا نقول بأن هناك إعلام يعني يفرط في نقل هذا اللحظة التاريخية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمثلا في الصحراء. دابا مثلا قناة العيون الخصوصية لم تتناول الموضوع، وبالتالي فنحن لن نسكت عن هذا الإعلام الذي ما زال يعني ترتبط عقليتها بالعداء لكل ما هو أمازيغي. لذلك نقول لكل المغاربة الأمازيغية لشمال إفريقيا كلها، وليست يعني خاصة الناس، ولكن الذين ناظروا من حقهم أن يفتخروا بهذا اليوم. وتحية جميعا لكل مناضلي الحركة الأمازيغية وللأمازيغ ولكل قبائل الأمازيغ في شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء الميرت.